هدي يا جماعه ارجع
قلبي خمك يا كويت يا كويت، شلتك بيومي وطن وطن، انت الوطن بس انت الاصل بس انت الوطن بس انت الاصل بس انت الحياة بس غصبا على الآلام يرجع لحظة يا شباب. سجل يا جماعة أبو حمود. معي أبو حمود. عطوا خلوا معي. ما في ميكروفون؟ لا ميكروفون فيه ميكروفون. اليوم أحرار ما في ميكروفون. يا إخوان ميكروفون يا شباب. يا إخوان يا أخوات. سمعوا شوي. أول شيء ايه ابو حمود لا نهتف اطلاقا للاشخاص، ولنهتف للكويت. الان نقول هل نحاسب ان لما نطلع ندافع عن الدستور؟ انا واحد من الناس علي ومعمم امر الغاء وقبض، ومع ذلك أنا لا أمارس الهرب. أنا جيت بين جموع أبناء الشعب المدافعة عن الدستور. كفو أبو حمود. نحن لا نقبل، واللي قاعد يحصل انهم يضربون ابناء الشعب بالقنابل ويضربونهم بالغازات. لن نخضع. واسمعوا الضرب الان. قسما بالله لا مقطعاتهم ولا غازاتهم. اللي مطلوب الان، اللي مطلوب، انا اقول لكم ثقوا بالله، لا تحاولون عملية التصادم. والله يا وجودكم هني قاعد يسبب القلق. فخلوكم جايين من الاتجاهات الاخرى وراح تلتحمون معاهم باذن الله. التحام من اجل الوطن ومن اجل الدستور ليسمع الاعلام، ليسمع الاعلام هذا يفعلون بابناء الشعب الكويتي. خلونا نلتحم مع ربعنا ان شاء الله. يلا اخواني وابنائي،
من المؤسف والمؤلم أن هذه الأزمات التي تشكل بلدنا وتهدد أمننا وتعطل أعمالنا هي من صنع نفر من أبنائنا توسمتم فيهم خيرا وعقدتم عليهم الأمل ليشاركوا في مسؤولية مسيرتنا الوطنية متعاونين مع إخوانهم في الحكومة نحو غد أفضل لبلدنا ومجتمعنا. ولكن هناك من يتعمد وضع العصي في الدواليب وعرقلة المسيرة، يصر على فرض إرادته ورأيه على الجميع، محاولا تكريس قيم ومفاهيم غريبة على مجتمعنا، ممعنا في التطرف والتهور، يرفض الحوار ويلقي الآخرين ويوزع الصكوك الوطنية ويطلق وصايته المطلقة على الدستور، منتهكا جميع الثوابت والأعراف الوطنية الراسخة. لا يريد التفاهم ولا يقبل التوافق، يتخذ من الشوارع والساحات منبرا للإثارة والشحن والتحريض، ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابئ بأمن البلاد وسلامة أهله. إن هناك خط فاصل يتوجب على الجميع إدراك إبعاده واحترام حدوده، يفرق بين الخير والشر، وبين الحرية والفوضى، بين النصيحة الصادقة والبذاءة والتجريح، وبين سيادة القانون وشريعة القاب، بين الحراك الإيجابي البناء وبين الانقياد وراء معاول الهدم والتخريب، ويفصل كذلك بين التسامح والحلم والحكمة وبين التهاون والضعف والتسيب. إن التهاون إزاء الانحرافات المهلكة والمدمرة تحت أي مبرر إخلال بالمسؤولية وتفريط بالأمانة والثقة القالية، لا مجال لقبوله والسماح باستمراره، وسيكون صوت القانون عاليا وحازما في التصدي لأي ممارسات يجرمها القانون وتمس أمن البلاد والمواطنين وثوابتها الوطنية. ولن يكون أحد فوق القانون، وعلى الجميع تقع مسؤولية تحكيم العقل والحكمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على باقي المصالح، لنعبر بوطننا إلى بر الأمان. ولكننا لن نقبل أبدا بتهديد أمن الكويت وإرهاب أهلها وتعطيل مسيرتها. لن نقبل بفوضى الشارع وشقب القوقاء أن تشل حركة الحياة والعمل في البلاد. لن نسمح لبذور الفتنة أن تنمو في أرضنا الطيبة. لن نقبل بثقافة العنف والفوضى أن تنتشر بين صفوف شعبنا المسالم. لن نقبل بتضليل الشباب المخلصين بالأوهام والافتراءات. لن نقبل باختطاف إرادة الأمة بالأصوات الجوفاء والبطولات الزائفة. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يؤيدنا بتوفيق من عنده